أتى شخص إلى البقال وقال له: كم سعر الموز؟ البقال: الموز ب600 والتفاح ب500. ثم دخلت امرأة إلى المحل يعرفها البقال، قالت: كم سعر كيلو الموز؟ قال البقال: الموز ب200 والتفاح ب50. قالت المرأة: الحمد لله. وهنا نظر الرجل الموجود إلى البقال واحمرت عيناه غضبا وأراد أن يغلط عليه، ولكن البقال غمز للرجل وقال: انتظرني قليلا. ثم أعطى المرأة كيلو موز وكيلو تفاح ب250، فذهبت وهي فرحة وتقول: سوف يأكلون عيالي، الحمد لله والشكر لله. وبعد أن خرجت المرأة قال البقال للرجل معتذرا: والله إني لا أغشك، ولكن هذه المرأة صاحبة 4 أيتام وترفض أي مساعدة من أحد، وكلما أردت أن أساعدها لا تقبل. وفكرت كثيرا كيف أساعدها دون أن أذهب بماء وجهها، ولم أجد إلا هذه الطريقة، وهي خفض الأسعار لها. أريدها أن تشعر أنها غير محتاجة لأحد، وأحب التجارة مع الله وجبر الخواطر. هذه المرأة تأتي كل أسبوع مرة، والله الذي لا إله غيره في اليوم الذي تشتري مني هذه المرأة أربح أضعافا مضاعفة وأرزق من حيث لا أدري. وهنا دمعت عينا الرجل وقبل رأس البقال على موقفه. إن في قضاء حوائج الناس لذة لا يعرفها إلا من جربها. استنزلوا الرزق بالصدقة.